رودريجو. جمهور عودنا على المساندة. كشخين يقدموا شوط اول مميز، شوط تاني بيحافظوا على النتيجة، يحافظوا على الوصول. وحتى هذه اللحظة هدف اللقاء ياسين مريح. غربال امامنا، تدخل عنيف شوية. اللقطة اللي فاتت كان في اللقطة اللي فاتت بين جانب امامنا هو ياسين مريح. الحاجات دي لو في فار تبقى فيها مشكله، الحاجات دي لو فيها فار تبقى مشكله. امامنا الكره اللي فاتت من ياسين مريح وراسيه، ولكن يطلع مميش. اختبار صعب المميش، حارس المرمى امان الله مميش اللي طلع في هذا التوقيت وعملت هجمه على طول السريعه. المره دي المراوغه امامنا من واحد من نجوم اللقاء. طاقه كره العرضيه، هجمه حلوه من حميده، عرضيه من حميده، ولكن تغطيه ممتازه الحقيقه من خادم دياو المتالق امامنا هنا في المباراه. شوط اللقاء الثاني، المباراه اللي فيها لمحات حلوه قوي. الكره اللي فاتت اتعملت جميله الكره اللي فاتت الحقيقه من جانب اللاعب غشه امامنا هو، بس عملها حلوه قوي الجزائري بكعبه الى بن حميده، وبن حميده عامل كروس مثالي، ولكن تغطيه دفاعيه ومعاها ركنيه سادسه لصالح الترجي. جمهور لم يتوقف. هدف اللقاء من ركنيه، هذه المره على طول صلاح عادل ترجع غيلان الشعلالي. كره ملعوبه في العمق، ابعاد المره دي. الطيب عنده انذار. الطيب لمسه على طول. غيلان خبره بقى كبيره، دخول غيلان مكان زكريا العايب. مره ثانيه هنا حسام الدين غشه الجزائري القادم من نادي انطاليا، لاعب السابق باتحاد البليده وبعدها في وفاق سطيف، وعنده لقاء امام ليبيريا مع منتخب القدس. ياسين مريح هدف اللقاء امامنا حتى الان الدقيقه 22. هدف اللقاء في الدقيقه 22. الجماهير مستمتعه في ظل الرغبه الموجوده من جانب لاعبي الترجي. من حموده هدف جديد وتسديده وساس امامنا. فرصه كبيره الحقيقه بتضيع من اللاعب بوشنيبه في اللقطه اللي فاتت. هدف بوشنيبه اللي كان ممكن ينهي المباراه وعوده الكره الى ساس، ولكن امامنا هنا الكره الى ركنيه. فرصه كبيره جدا لرائد بوشنيبه، كان هيسجل الهدف الثاني، لكن دخول غيلان الشعلالي اعتقد يعني عامل اداء مميز. حتى غيلان الشعلالي عامل اداء، رحل الى مالاتيا سبور ورجع مره ثانيه طبعا من نادي مالاتيا. ادي امامنا الكره، بص تقدم حلو قوي بن حموده، ينساس رائع. رائد بوشنيبه متمركز في مكان مميز قوي. هجمه حلوه الحقيقه، فيها شغل هجمه فيها شغل. بص ينساس رحل في العمق الهجومي، ورائد بوشنيبه اصبح فين؟ اصبح امامنا هو بالقدم اليسرى، ولكن بلوك مميز المره دي من مندي، وركنيه هي السابعه في المباراه. تفوق من جانب الترجي اللي بيضغط في ناحيه البحث عن هدف ثاني. عيسى فوفانا، خطا فوفانا، عدت والله كان مكمل توجاي، وركنيه تامه. ضغط من جانب الترجي. شوف بقى بنتكلم على اللياقه البدنيه. الترجي اللي يبدو ان ميجيل كاردوزو عنده الكثير من الايجابيات، منها معدل البدني العالي امامنا. وعيسى فوفانا خطا صعب يا فوفانا، خطا صعب لعيسى فوفانا في اللقطه اللي فاتت، خطا كبير في اللقطه اللي فاتت كان من عيسى فوفانا. 8 ركنيات في المباراه، 83 دقيقه. الترجي بيضغط لان بدا يشعر بان الهلال يبحث عن التعادل دون الوصول الى مرحله الازمات والوصول الى الصعوبات اللي ممكن يواجهوها في حال طبعا الوصول الى التعادل والبحث عن الفوز والانتصار. ولكن الترجي ضيع في كره العرضيه بتاع بن حميده، لم تجد راس بن حموده، والكره اللي فاتت امامنا وفيها فاول على مريح. لكن فرصه رائد بوشنيبه كانت هتخلص الامور في الدقيقه 81. مره ثانيه هنا لاعب طاقه عامل اداء مميز، يطلع من جنب الشمال، انطلاقه امامنا عن طريق اللاعب المميز جدا. بص غشه عملي، شوف غشه عملي، تبديلات مميزه. دخول بن حموده، دخول غشه، ودخول غيلان الشعلالي اشعل الامور، ووضع نادي الترجي مره ثانيه على التراك او على الطريق الصحيح في مباراه اليوم للحفاظ على النتيجه. ودي امامنا حسام الدين غشه، كره تطلع الى خارج الملعب. 3 تبديلات، دقيقه 68. حموده وغشه مكان بوكيا ومكان اللاعب رودريجيز. ودي امامنا الكره الخطيره اللي فاتت، وايضا الشعلالي الخبره بقى مكان زكريا العايب في الدقيقه 79. ضيع زكريا
ضيع ايضا كره يانساس كانت خطيره اللي اتعملت، عرضيه بن حميده، والابرز كانت كره رائد طبعا بوشنيبه اللي ضاعت منذ قليل. امامنا في وسط الملعب واحد من نجوم اللقاء، اللاعب المميز حسام طاقه قادم الاتحاد المونستيري. امامنا اللاعبين مميزين جدا في هذه المباراه، عنده لقاء دولي امام ساو تومي. على طول كره تصل رائد بوشنيبه، قدم مباراه مميزه النهارده رائد بوشنيبه. شفناه مركز ازاي في اللقطه اللي فاتت. شعلالي طبعا الكابتن والقائد. ياسين مرياح، تدخل من غربال، تمنى الالتزام. ادي بص ميجيل كاردوزو مع محمد عبد الرحمن امامنا اللقطه اللي فاتت. التزام، الانضباط، قمه عربيه، شد واضح. مرياح تدخل عنيف امامنا، هو فاول على جان كلود، فاول على جان كلود. محمد عبد الرحمن الغربال لاعب الدولي هلال المريخ برج بوعريرك في الجزائر، وعودة مرة ثانية لصفوف الهلال. روجي أولو من نجوم اللقاء النهارده. يانساس شوط أول كان مميز، لكن هذا أداؤه شوية. ادي امامنا اماميه يانساس، متسلل يانساس، لكن كاردوزو عامل مباراه مميزه الحقيقه. يعني ميجيل كاردوزو من مباراه لاخرى الاداء بيتطور، المستوى بيتطور. فتره فيها معين الشعباني، رضي الجعايدي، نبيل معلول، معين الشعباني، طارق ثابت، مدرب الوطني له فرصه كبيره لاحراز التعادل رغم ان هو عنده خبرات. سجل في بلوزداد في 2021، سجل في كينياما في اللقاءين وفي مرمى المريخ 2022، سجل في يانج افريكانز في مباراتين الموسم الماضي وفي مرمى سان داونز، وسجل في مرمى اول اغسطس في هذه النسخه، وسجل ايضا في مرمى الترجي. جمهور العاشق المحب، جماهير باب سويقة، جماهير الدم والذهب اللي هتحتفل هنا بالوصول لربع النهائي للمره الثامنه على التوالي. 89 دقيقه، عمامو وبن علي تبديلين من اجل الحفاظ على النتيجه. هل هيطلع حسام ثقة؟ ادي حكم اللقاء السيد باتريس تانجي مبياما، مش موفق النهارده واحد من اللاعبين المهمين محمد عبد الرحمن. ادي النتيجه مرحله المجموعات 2020 مع الاهلي والنجم وبلاتينيوم زيمبابوي، 2021 مع سان داونز شباب بلوزداد ومازيمبي، 2022 مع سان داونز والاهلي الهلال السوداني، فريق الذي قدم اداء مميز للعام الثاني على التوالي، هو طبعا المشاركه الخامسه ليه في المجموعات على التوالي، لكن قدم اداء وسعى الحقيقه في هذه المجموعه. لكن لا شك ان في مباريات كان اهدر فيها الفرصه الذهبيه لاسعاد جماهيره والوصول الى الربع النهائي، ويعني فيما هو ابعد من ذلك. انطلاقه الترجي امامنا مع التبديلات المميز جدا مع دخوله غشه تبديلات اللي عملها الحقيقه ميجيل كاردوزو مميز، وايضا تبديلات ايبونجي قد تكون متاخره نوعا ما، يعني كان لازم يدفع بادم بوسو مبكرا، يدفع بجان كلود مبكرا، ياسر مزمل. التبديلات اللي اظهرت بعض الخطوره. امامنا انطلاقه عن طريق اللاعب اللي بيحاول في هذا الجانب، امامنا هو بن علي، وتسديده حلوه محمد بن علي، تسديده حلوه محمد بن علي، تسديده قويه يا دوبك. امامنا هو البديل. اذا الترجي في وجود امامنا هو بنشوف الاثنين مع بعض، رائد بوشنيبه ومحمد بن علي في ارض الملعب، رغم ان كان مرشح محمد بن علي يبدا، ولكن رائد بوشنيبه هو اللي بدا وقدم مباراه مميزه، والبديل ايضا امامنا هو اللي نازل مركز في المباراه واللي سدد كره خطيره جدا محمد بن علي في اللقاء اللي بنشوف امامنا هو التسع ركنيات. الترجي يستحق الانتصار والفوز، الفريق الذي اظهر الشخصيه، اظهر الهويه. حاول الهلال لكن ايبونجي لم ينجح في الوصول الى النتيجه اللي كان بيتمناها العشاق والمحبين والانصار، وضربه راسيه كانت من عمامو البديل، يعني عمامو. اذا الاطمئنان على اللاعب الاساسي واللاعب البديل، حتى لما دخل في اللقاء يعني عمامو، ودخل بن علي، ودخل غشه، ودخل بن حموده، ودخل الشعلالي، الخبره كبيره جدا في وسط الملعب، دور مهم قوي. اذا عنده رؤيه الحقيقه ميجيل كاردوزو البرتغالي صاحب 51 عام، يملك رؤيه في المباراه، ويملك رؤيه وبصمه واضحه، وكره هدف جديد. ولا كره تعدي المرات، عدت الكره من غشه
وعدت كمان من محمد علي بن حمود. فرصة الهدف الثاني وينتهي اللقاء. قمة عربية هنا ما بين الترجي الرياضي التونسي وفريق نادي الهلال السوداني. الترجي الرياضي التونسي يلحق بركب من تأهل في هذه البطولة ويأتي في المركز الثاني خلف بيترو لواندا الفريق الأنجولي، ويصبح عنده من النقاط 11 نقطة ويحقق انتصار بهدف ياسين مرياح عشان ينضم لربع نهائي للمرة الثامنة على التوالي في تاريخه في هذه البطولة، في سعيه لإحراز اللقب الخامس بعدما قدم أداء مميز مع شخصية الفريق اللي قدمها الحقيقة ميغيل كاردوزو شكل مميز. ادي امامنا رائد بوشنيبة في اخر فرص اللقاء، عدت من بوغاشا وصلت الى بن حميدة لينهي اللقاء الترجي بالفوز والانتصار. في الجانب الاخر بيترو اتلتيكو متقدم بهدفين صاحب الصدارة في هذه المجموعة. اذا الدور ربع النهائي ان شاء الله القرعة هتتم ما بين سان داونز مازيمبي مجموعة اولى، اسك سيمبا مجموعة ثانية، بيترو اتلتيكو والترجي مجموعة ثالثة، الاهلي ويانج افريكانز مجموعة الرابعة. سعدت بحضراتكم بهذا اللقاء ما بين الترجي اللي ببارك له على الفوز والانتصار. حظ اوفر للهلال وجماهير الهلال اللي كانت تنتظر الحقيقه من هلال الامه، من الهلال اللي عنده تاريخ وعنده ارث حضاري. الفرصه اللي كانت متاحه حظ اوفر فيما هو قادم. وانقل الكلمه بعد الفاصل للزميل احمد فؤاد.